طيب النهارده انا هتكلم عن الفلوس، احد اهم الحاجات اللي عليها علامه استفهام في مجال صناعه المحتوى وتحديدا المونتاج. اكيد سالت نفسك سؤال: ازاي اسعر شغلي، او بناء على ايه اسعر شغلي، واطلب كام لو انت عايز تعرف من الاخر. يعني عاده انت لو سالت اي حد هيتوهك، مش هيديك اي اجابه مفيده. هتلاقيه الكومنت التيبيكال بتاعه هي بتتحسب على اساس حاجات كتير قوي، انا مش هعرف اقول لك ايه هي الحاجات دي. انا بقى هقول لك ايه هي الحاجات اللي انت المفروض على اساسها تحسب سعرك، وهطلعك من الفيديو ده فاهم قوي نقطه السعر وعارف ازاي تسعر شغلك. طيب الفيديو ده للناس اللي عايشه جوه مصر، ولو انت بره مصر خليك برضو كمل الفيديو للاخر علشان هتستفاد من العوامل اللي بناء عليها هتحسب شغلك. اول عامل وهو حجم الكلاينت. خلينا نضرب مثال: لو جالك حد مثلا قال لك انا عايز اعمل فيديو مدته دقيقه، عايز فيه 1 2 3 وقول لي انت عايز كام، هتقول له مثلا انا عايز $20. نفس الفيديو ده بنفس الطلبات ال1 2 3 اتطلبوا منك، بس مش من حد عادي، اتطلبوا منك من شركه كبيره زي فودافون. وفي الحاله دي انت قلت ايوه انا هاخد $20 لان انا لسه عامله لواحد صاحبي بنفس $20 وبنفس الطلبات وبنفس كل حاجه. لو انت قلت لفودافون انا هاخد $20 هم مش هيشتغلوا معاك. ايوه هم شافوا شغلك وعجبهم شغلك وكده، ولكن سعرك في الحاله دي عكس للكلاينت قد ايه انت لو كواليتي او قد ايه انت مش هتكون مناسبهم. ايوه هم بيدفعوا في الحاجات اللي زي كده $1000 مثلا او $2000 وانت جاي تطلب منهم $20 بس، فلا ما انعكس لهمش ان انت بتعمل الحاجه دي بشكل بروفيشنال، رغم ان هم كلموك لما عرفوا ان ده شغلك، ولكن للاسف مش ده اللي حصل. فاول عامل يخليك تحدد سعرك بشكل كويس وهو حجم الكلاينت، وده مش استغلال، مهم. اما تاني عامل معانا وهو عامل الماركت او السوق. المقصود بالسوق هنا هو الدوله، وتحديدا الدوله اللي منها العميل اللي بيكلمك. سعر شغلك حسب اقتصاد كل دوله. يعني مثلا لو العميل من المانيا فهات له السعر اللي بيطلب في المانيا، ولو العميل خليجي فهات له السعر اللي بيطلب في الخليج، ولو العميل مصري فهات له السعر اللي بيطلب في مصر. برضو مثال سريع وهيوضح حاجات كتير قوي، وهو نتفليكس مثلا. نتفليكس اشتراكها في امريكا مثلا هتلاقيه حوالي $15 او $20، في حين ان نتفليكس في مصر هو 120 جنيه في الشهر. طيب ايوه، هل ال $15 دول قد ال 120 جنيه؟ لا طبعا، ولكن نتفليكس بتسعر حسب اقتصاد كل دوله. لو هو في امريكا اللاتينيه مثلا الاسعار هتكون كده، ولو هو في اوروبا هتبقى كده، ولو في افريقيا هتبقى كده. طيب هل نتفليكس مستغله او هل نتفليكس جشعه؟ لا، نتفليكس بتقدم نفس الكواليتي ولكن بتظبط حسب اقتصاد كل دوله. فايوه هي بتستاهل اكتر من كده، ولكن علشان مصر والدنيا غلابه وكده اعمل لهم مثلا ب 120 جنيه. فانت برضو نفس الكلام، انت قيمتك ثابته، الكواليتي اللي انت بتقدمها ثابته. لو انت هتقدمها لحد اوروبي فده بسعرها الاوروبي، ولو انت هتقدمها لحد في مصر اللي هو هيكون اقل شويه، فايوه انت بتقدمها لحد عايش في مصر. نيجي بقى لثالث عامل معانا وهو عامل الخبره. هو ازاي اصلا انت تحدد انت خبره ولا لا؟ بكل بساطه هات اخر 20 فيديو انت اشتغلت عليهم، وقدام كل 20 فيديو حدد هل انت سلمت في الميعاد ايوه ولا لا، ايوه لا، والفيديو النهائي كان الفيرجن رقم كام. فهتلاقي مثلا في فيرجن 3 4 2 1 و5 ومش عارف ايه، هتلاقي كل الفيديوهات دي انت سلمتها في فيرجنات معينه، وشوف انت بتسلم الفيديو بتاعك في الفيرجن رقم كام، ووقتها بيكون ابروفد. الحاجات الصغيره دي بتحدد اهم حاجه في الشخص الخبره، وهي الالتزام والاحترافيه. لو لقيت نفسك دايما بتتاخر ومش بتسلم صح، فانت مبتدئ محتاج تشتغل على نفسك شويه. ولو انت مثلا جايب اكتر من 5 من 10 لحد 7 من 10 كده، فايوه انت متوسط بتشتغل كويس ولكن محتاج تركز اكتر. ولكن لو انت مثلا جايب 9 من 10 فانت في الحاله دي جامد جدا ناجح، ايوه كمل شغل على نفسك، وفي الحاله دي انت خبره، لان انت بتتميز بحاجتين مهمين وهما الالتزام والاحترافيه. وبكل بساطه لو انت مبتدئ هتطلب اكس، ولو انت في نص الطريق لسه متوسط هتطلب 2 اكس، ولو انت محترف هتطلب 3 اكس او 4 اكس او 5 اكس حسب انت محترف قد ايه. نيجي بقى للعامل الرابع وقبل الاخير معانا وهو الوقت. كلامي هنا مش عن الوقت اللي هو بتسلم في ميعادك ولا لا، ولكن الوقت اللي انا بتكلم عنه هو بعد مختلف من الاحترافيه. في شغل بيخلص في 10 ساعات، هتروح يمين شمال 10 ساعات وعارف ان كل الناس بتاخد فيه 10 ساعات، بس انت بتعمله في 5 ساعات بس وبتطلعه 100% مظبوط وما فيهوش اي مشكله. فهنا انت بقيت بتشتغل اسرع، بتخلص اسرع، بتسلم اسرع بنفس الجوده وكل حاجه مظبوطه. اذا انت هنا شخص محترف خبره وتستحق فلوس اكتر، لان انت بتتعامل مع الوقت باهميه. في الحاله دي الوقت بيعكس قد ايه انت محترف. حاجه كمان، نفترض ان في عميل طلب منك ان انت تسلم الفيديو ده في نفس اليوم، والفيديو ده بياخد يومين ومع كل الناس بياخد يومين، وعلشان انت شخص محترف خبره بتعرف تخلص الفيديو ده في يوم واحد بس، ففي الحاله دي انت المفروض تاخد فلوس اكتر، لان انت وفرت عليه هو وقت، سلمته اسرع، وفي نفس الوقت انت سلمته بشكل احترافي، يعني كل حاجه صح مفيش اي مشاكل. ما ايوه انت لو سلمته الفيديو في يوم واحد بس وفي اخطاء، ما انت كده ما عملتش حاجه. فلو انت قبلت ان انت تسلمه في نفس اليوم فده معناه وقت اسرع، ففلوس اكتر بكل بساطه. اخر حاجه معانا وهي المفروض تعمل ايه. من الاخر سعر شغلك
شغلك حسب الدقيقه. اكتر حاجه مناسبه ليك وللعميل ومرضيه ليك وللعميل هي ان انت تكون بتشتغل حسب الدقيقه. والدقيقه بتاعتك انت لو انت شخص محترف تختلف عن سعر الدقيقه بتاعت الشخص المبتدئ، تختلف عن سعر الدقيقه بتاعت الشخص المتوسط. كل دقيقه بتاعت شخص وليها ثمنها، وبرضه كل دقيقه حسب الشغل اللي فيها. يعني مثلا لو حد مش عايز يعمل تلوين او مش عايز يعمل جرافيكس تختلف طبعا عن سعر الدقيقه لحد عايز يعمل شغل جامد جدا في موشن جرافيكس و3 دي وحاجات كتير من دي. حاجه كمان مهمه قوي وبتفرق وهي اعمل خصم للعميل لو هيشتغل معاك لفتره. يعني مثلا سعر الدقيقه بتاعتك $5 فخليها $4 او $3 للعميل اللي هيعمل معاك اكتر من 10 فيديوهات. ففي الحاله دي انت بتخلي العملاء تشتغل معاك لان انت بتقدرهم، انت تقدم لهم ريسبكت ان انت هتخفض لهم شويه في السعر، وانت برضو بتستفاد لان هو مش هيعمل فيديو وهيمشي، هو لسه قاعد معاك والشغل لسه ممتد. مصر دلوقتي تقريبا سعر الدقيقه فيها من 300 ل 1500 وفي اكتر من كده بكتير، ولكن انا بتكلم عن الافريج في المدى الواسع. فانت شوف نفسك انت جبت في الجدول اللي انا لسه قايله لك من شويه كام من 10، وبناء على كده حدد رينج وشوف انت نفسك في انهي نقطه من الرينج ده، وقول ايوه انا سعر الدقيقه مثلا بتاعتي 500 700 1000 1500 2000. انت لو جامد جدا اطلب اكتر من كده حسب الفاليو اللي انت بتقدمها وحسب خبرتك. وبس كده، دول 4 عوامل انت على اساسهم المفروض تحدد سعرك. وازاي تحدد سعرك؟ ممكن اكون مادي قوي في الفيديو ده، ولكن ده البيزنس. انت كمان شويه هتفهم ده ان دي قيمه مقابل فلوس، ولو قيمه اكتر ففلوس اكتر وهكذا. ولو انت بتحسبها غير كده فانت المفروض تعيد التفكير في الموضوع ده شويه. وبس كده، دي كانت كل حاجه للفيديو بتاع النهارده. اخيرا لو الفيديو عجبك فما تنساش تعمل لايك وما تنساش تشترك في القناه لو انت ما اشتركتش، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.